شكرا أحمد البلوشي، وأهلا بحضراتكم من جديد. يا لها من إثارة كبيرة في افتتاحية دوري أبطال آسيا للنخبة مشاهدينا الأعزاء في نسختها الثانية هناك في ملعب الشارقة، حيث 7 أهداف حضرت في هذه المباراة. كان هناك 3 ركلات جزاء، بطاقة حمراء لحارس مرمى الغرافة القطري خليفة نداي، بالإضافة إلى تسجيل لكورنادو هدف الانتصار في الثواني الأخيرة أو في الدقيقة الأخيرة من عمر هذه المواجهة. أجواء كثيرة وكبيرة حضرت في هذه المباراة مشاهدينا الكرام، مع بشير السعيد، تيسير الجاسم، بارك مصطفى. مبروك للشارقة هذه ال3 نقاط المهمة في افتتاحية المشوار. بشير، أول شيء بارك لفريق الشارجة وهارد لك لفريق الغرافة. أعتقد أن لعيبة الشارجة أنقذوا ميلوش من أخطاء في التشكيلة بأمانة. ميلوش ما عرف يدخل في هذه المباراة بأمانة، يعني عندك نجوم يعملون الفارق، انك تجلسهم في دكه على دكه البدلاء، هذه مشكله كبيره بأمانة. يعني اكبر دليل ايغور، كامارا، فراس بالعربي، هذيلا يعني بالنسبه لي حرام على النقص اللي والاصابات اللي في نادي الشارجه، حرام انهم يكونون على دكه الاحتياط. فاعتقد انه صلح غلطته ميلوش، فقدر انه يطلع في هذه المباراه بالبدلاء فايز في المباراه. جانب من لاعبي الشارقة مشاهدينا الاعزاء وتحيتهم لجماهيرهم الحاضرة والتي ساندتهم في هذه المباراة بعد انتصار مهم لهم في مشوارهم الأول، وبعد أن كان أيضا الغرافة قد أنهى شوط المباراة الأول بالتقدم بهدفين دون مقابل، ولكن تفاصيل كثيرة حضرت في هذه المباراة. ونريد أن نذكر بأن لدينا في برنامج الحصيلة يوم الأربعاء القادم مشاهدينا الكرام، والذي سيعرض كافة المباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة في جولته الأولى وعرض تفاصيل كاملة. أيضا سنذهب إلى فاصل قصير نفتح ملفا مهما في مباراة أخرى بين الوحدة الإماراتي والاتحاد السعودي. أهلا بحضراتكم من جديد. دعونا نعود للتذكير أكثر لل7 أهداف التي حضرت في المباراة السابقة عندما انتصر شارقة الإماراتي ب4 أهداف مقابل 3 أهداف لفريق الغرافة. بشير، الشارجة الصراحة بأمانة يعني قدر ينقذ نفسه بنفسه بأمانة، بالذات اللعيبة يعني لعبوا مباراة بالشوط الثاني مباراة جميلة، بالذات بالتغييرات اللي عملها مدرب الشارجة. اضطر انه يدفع في مثل ما تكلمنا عن ايغور وكامارا، هذول اللعيبه اللي المميزين، وقدرنا انه قدر الشارجة انه يرجع للمباراة بعد تقدم الغرافة 2-0 بأمانة. هذا شيء جميل يحسب للاعبين الشارجة. أعتقد يمكن أفضل ما في المباراة هي الأهداف، لكن المستوى الفني صراحة للفريقين لم يكن جيد. يحسب لفريق الشارقة فقط هي ردة الفعل أعتقد من اللاعبين، يعني تبديل إيغور بالذات هو أميز لاعب في أجانب الشارقة، هو اللي عمل الفارق بشكل كبير. أنا استغرب وجوده على دكة الاحتياط. هذا حتى تغييرات مدرب الشارقة يعني شفناه من الشوط الأول، حتى في لعيبة نزلها وسحبها، يعني كانت في يعني تدخلات غريبة، ولكن اللي أنقذ الموقف أعتقد هم اللاعبين البدلاء الجيدين من نادي الشارقة عملوا الفارق. تغييرات المدرب ميلوتش في شوط المباراة، نهاية شوط المباراة الأول، بداية شوط المباراة الثاني جابت نتيجة جيدة. أكيد. السؤال ليش ما تبدأ فيه من البداية؟ يعني اللي شاهد الشوط الأولاني تقول الفريق الشارقة كأنه جاي يؤدي 90 دقيقة فقط، واللي شاهد الشارقة الشوط الثاني لا، الشارقة مختلف. والدليل البدلاء اللاعبين اللي استبدلهم هم غيروا شكل الشارجة. مدرب الغرافة هو يتحمل هذه المباراة وهذه النتيجة. ليش؟ لأنه بقى على نفس الحال. انت خسران 2-0، من الصعب ان انت تلعب على نفس الاسلوب ونفس المستوى. اللي شاهد الشوط الاول المباراة ما ارتقت للمستوى المطلوب. يجب انك انت تحافظ على طرد الحارس خليفة ابو بكر، تسحب ابراهيمي. هاي من الاخطاء اللي عملها المدرب. ابراهيمي مهما كانت الظروف تخليه لاعب يصنع الفارق، لاعب يعمل لك فاول، لاعب كان مزعج مع المجموعه. اعتقد المدرب يتحمل مسؤوليه هذه المباراه. ممتاز. فاصل قصير مشاهدينا الاعزاء، بعد الفاصل نفتح ملفا فنيا اخر حيث الوحده الاماراتي امام الاتحاد السعودي في مواجهه اخرى.